قالوا كتقول حسبي الله ونعم الوكيل في اللي قتل لي الابن ديالي، الله ياخذ فيهم الحق. والقلب ديالها كيتقطع على الابن ديالها، فلا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. يعني شنو ذنب هذا الولد هذا مسكين حتى يقتلوه امام المؤسسة بهذه الطريقة الوحشية؟ فالصراحة ما بقاتش الثقة ولا الخوف الواحد. واخا الوليد شتوه كبير انه يعني الام يعني ولات كتخاف على ولادها، واخا يكون عنده حتى 15 سنه، يعني حتى يوصل 18 عام عادي يمكن ليها تطلق الابن ديالها. ويا ربي ربي لان هذا الوقت ولا خوتي كيخلع. ففي مدينه طنجه كنشوفوا بزاف ديال الاجرام اخوتي، كنشوفوا بزاف بحال هكايا كيوقفوا بالمواطر وكيبقاو غير كيقتلوا. بحال هذا الوليد هذا وقفوا عليه في المدرسه وبقاو مسكين الولد هذا كان هذا هو المصير ديالو. كان يعني ما مكتابش مسكين يزيد يعيش، فمكتاب عليه انه يموت هاد الموتة هذه الكشيفة. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. وغنقولوا دائما حسبنا الله ونعم الوكيل في كل واحد. يعني في كل واحد كيحرم شي ام من الكبده ديالها بهذه الطريقه هذه. فانا الصراحه قطعت لي قلبي الام ديالو كتر وكتر، لا حول ولا قوه الا بالله. فجاتني بحال يعني مسكينه، بحال تقريبا نشوفوا الام ديال ريان الله يرحمه، الطفل اللي اثر في العالم. فريان الام اخوتي كما شفنا مسكينه تقريبا مأثره بزاف بحال الام ديال ريان الله يرحمه. فريان نقولوا طاح في البير، اما هذا مسكين قتلوه امام المؤسسه. الله ياخذ الحق في اللي قتلوه واللي حرم داك الام من الابن ديالها. فلا حول ولا قوه الا بالله اخوتي. علاش كيجرحوا القلب ديال الامومه؟ اي ام مسكينه اما كيخطفوا لها الابن ديالها، اما كيعيشوا كيولدوا الدراري كيبقاو خايفين عليهم وحارصين عليهم حتى كيوصلوا لسن الرشد.